يلا نكمل سلسلة مخبوزات الأفران ونعمل بقسماط حرف الإس الهش اللذيذ. عشان نعمله هنحتاج كوباية من المية الدافية، عليها معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنقلبهم لغاية ما السكر يدوب ونضيف عليهم نص كوباية زيت، تلت كوباية سمنة، رشة ملح ونص معلقة كبيرة من الخل. هنقلب المكونات مع بعض وبعد كده هنضيف نص كيلو من الدقيق اللي هو 4 أكواب معيارية. هنضيف كل الدقيق ما عدا حوالي نص كوباية هنخليها على جنب نستخدمها حسب احتياج العجين. لو لقيناه سايل كده يبقى هنضيف باقي كمية الدقيق. هنقلب بقى كل المكونات ونلمها كده مع بعض بالمعلقة، وبعد كده بايدينا هنبدأ نعجن العجينة عشان نشوف الملمس بتاعها. العجينة المفروض تبقى طرية لكن مش بتلزق خالص. لو حسيناها بتلزق بعد ما ضفنا كل كمية الدقيق ممكن نضيف معلقة او 2 تاني، لكن لو حسينها ان هي ناشفة شوية ممكن نضيف معلقة او 2 من المية. المهم ان العجينه تبقى طريه زي ما انتم شايفين كده ومش بتلزق. هنغطيها ونسيبها ترتاح 10 دقايق بس، ما نكترش عن كده. بعد كده هنجيب كوبايه من السمسم نضيف عليها معلقه كبيره من السكر ومعلقه او معلقه ونص من الزيت ونقلبهم يبقوا عاملين زي الرمله المبلوله كده. بعد كده هندهن الصينيه اللي هنخبز فيها زيت خفيف قوي ونبدا التشكيل. بناخد حته من العجينه ونفردها رول متساوي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ونقطعها بالشكل ده، وبعد كده بنحطها في السمسم ونلفها تاني عشان السمسم يمسك فيها كويس، ونشكلها على شكل حرف اس بالشكل ده. بعد ما بنخلص التشكيل بنسيبها ترتاح 5 دقايق وبعد كده ندخلها فرن سخن على 160 او 170، بتاخد تقريبا نص ساعه او حسب الفرن بتاعك. ممكن في الاخر نفتح الشوايه عشان تاخد لون من فوق، والنتيجه بقسماط هش ومقرمش وطعمه يجنن.